فاجعة كبرى تهز الوسط الفني. وفاة فنان قدير، بس للأسف مات بحسرته. مات بعد ما احتاج من الجميع انهم يساعدوه في علاجه، يساعدوه في أكله في شربه، لدرجة انه كان بيبيع في عفش بيته ولجأ لفنان شهير جدا. مش هتصدقوا مين الفنان ده، اللي بيتقال عليه البخيل في الوسط الفني، اللي لما لجأ ليه قال له روح اشتغل حتى لو هتشتغل في الشارع، انا مش ملجأ لأي حد عشان لما يحتاجني يجي ويلاقيني واقف جنبه. وفي بالفعل الفنان ده بعد اللي حصل له ده اعتزل الوسط الفني بأكمله، وقعد حياته كلها داخل منزله على سجادة الصلاة. وربنا كرمه بإكرام كبير جدا جدا لما اعترف وقال على وصيته اللي محدش هيصدقها. قال وصيته لحظة خروج الروح. تعالوا شوفوا مين الفنان، وايه هي وصيته الأخيرة، واخر ما نطق بيه، وايه هي الرسالة اللي وجهها لهذا الفنان اللي رفض مساعدته. يمكن يعني الوسط الفني ده يعني في بعض الناس الا من رحم يا ربي ما بتعترفش بأي حد وما بتساعدش أي حد وما بيفرقش معاها حتى لو مين، أو حتى لو كان اشتغل معاه قبل كده ما بيساعدوش ولا بيقف معاه. الفنان اللي توفى ورحل عن عالمنا النهاردة عن عمر ناهز 47 عام. لسه كان يعني يعتبر في سن الشباب، لسه كان عايز يشتغل ويعمل مستقبل كبير، ولكن للأسف ما كانش بيتعرض عليه أي أدوار تماما خلال الآونة الأخيرة، لدرجة إنه راح لكذا فنان علشان يشغله، ولكنهم قالوا له انت ما عندكش موهبة من الأساس، مش علشان دور أو اتنين انت عملتهم المفروض ان احنا نشغلك أو نساعدك، خصوصا ان مفيش دور بيتطلب ليك عندنا. وطبعا الموضوع ده أثر فيه جدا لدرجة ان هو قبل وفاته قال وصيته وقال انا بتبرأ من كل لحظة كنت موجود فيها داخل الوسط الفني، وبريء من اي عمل عملته حتى لو كانت اعمالي قليلة. انا معرفش ايه اللي دخلني في السكة دي. الفنان ده على فكرة تم بتر قدمه يعني قبل وفاته بسنين قليلة قوي، وتدهورت حالته الصحية جدا في الآونة الأخيرة، وما كانش بيظهر خالص إلا آخر مرة ظهر في 2021 لما نشر صورة على مواقع التواصل الاجتماعي وكان على كرسي متحرك، وده بعد بتر ساقه. الفنان ده اسمه محمود بندق. يمكن ناس مش هتعرف صورته او شكله كتير، ولكن اول ما هتشوفوه هتفتكروه، لانه هو ما عملش اعمال كتيرة. راح ابو قلب طيب وضحكة جميلة، انا لله وانا اليه راجعون. وفاة الفنان محمود بندق المحترم ابو قلب طيب اللي وصفوه كده كل الناس اللي اتعاملت معاه بعد صراع مع المرض. ادعوا له بالرحمة وبالمغفرة. طبعا اللي كتب الكلام ده طبعا أحد أصدقائه قال إن لله وإنا إليه راجعون. انتقل إلى رحمة الله الفنان المحترم الطيب محمود بندق. الله يرحمك ويغفر لك يا صديقي. كان غلبان جدا وجدع وصاحب صاحبه، ما عندوش حظ بس كان عنده قلب طيب زي ما وصفوه. كان بيعاني جدا من السكر ومات بعد صراع مع المرض، وقطع جزء من ساقه بسبب السكر. وناس كانت يعني بتحاول تعطف عليه وتطمن عليه. يعني أسيبكم بس تخمنوا في التعليقات مين هو الفنان اللي رفض مساعدته.